تخيل لو موضوع ينتهي من قبل ما تشوفوا بعض بسبب اختلافكوا على المكان اللي انتوا هتتقابلوا فيه. انا هحكي التفصيلة، خليك حيادي في اللي هيتقال ده، وانا عامة هبقى متقبل رأيك في اللي هتقوله في التعليقات. دلوقتي انت ساكن في المنطقة A والطرف التاني ساكن في المنطقة A+، وانت بتشتغل في المنطقة B، والوسيط اللي في الموضوع ساكن في المنطقة B+. الطبيعي لما انت تتفق ان انت هتتقابل مع فلان ده، اللي ما بين ال A وال A+ يعتبر شارع، لان المنطقتين هما نفس المنطقة، بس ده في اوله مثلا وده في اخره، لكن المنطقتين هما A يعني نفس المكان. لو A عايز يقابل اللي ساكن عند A+، هيتقابلوا فين؟ طبيعي والمنطقي ان هما هيتقابلوا في منطقة وسط ما بين الاتنين، لكن ايه اللي يخلي طرف من الطرفين يبقى عايز يتقابل في المنطقة C؟ وخد بالك انا ما قلتلكش المنطقة B ولا B+، منطقة C يعني منطقة تالتة خالص ملهاش علاقة بالمكان B. طيب اقترحنا ان احنا هنبقى في مكان وسيط، هنقعد في المكان اللي هو B، اللي هو قريب من مكان عمله وفي نفس الوقت قريب من مكان الوسيط، لان الوسيط ده حابب ان هو يحضر ويتوسط في الموضوع بما ان هو اساس الموضوع. فيتم الرفض. يتم الرفض بناء على ايه؟ بناء على ان هو هيفرض رأيه علينا من دلوقتي، هو مش عايزنا نروح المكان C ده اللي احنا هنروح نتفسح فيه وكذا وكذا وكذا، هو من دلوقتي بيتحكم في مش عارف ايه والكلام الكتير ده، انا مش مزاج اقوله يعني. اعتقد ان انتوا فهمتوا نقطة A و A+ و B و B+ و C. هو ده يبقى سبب ان الموضوع اصلا ما يكملش والناس ما تقابلش بعض، عشان كل واحد يتمسك برأيه. يا ترى انت مع رأي مين فيهم؟ لو القصة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد تتابع الحلقات الجاية. شكرا.